بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وبعد. ويدرس دعوة يلي بجري بالقلد أحقر درويسهم فقو منظومة حائية أولشل نظمي أبو بكر سيازين أبو داود كانت شنا قويت بيه بيت يأيات قويت بيت تسون أما وين حلقة لاش الجيني تاعها شوز بيت يألا ليومر ثاني شوز يقويش أما النظم يازن الشيخ شا يازنك قويت بيت بيات قويت بيت بيتسخلر الشيخ متعي المشبوي الشيخ يقر إبيت حيات خلبول تار بالقلدنا شيت إيش ثاني بيتا بولش بو إتون متعي المش في متعي المو البيت يازن الشيخ خلول في متعي المو يالينا هر منظومة حائي تار يالين شخنا مسيرشن يقح قويت بيت بيات وإيلري مصو بيت يرز وعائش أم المؤمنين أي شولو بيت يرقوي يري وعائش أم المؤمنين وخالنا معاوية أكرم به ثم منح بوشل إبيت سلطي عيوشلو أي قول بيتي وأنصاره والمهاجرون ألو إذي سلطي عيوشلو أي يقول بيتي ومن بعدهم فالتابعون ألو تاني يشولو يشل ويجرين الطي شولو طي قولو طي أولو بيت بيت نزمن يقيا لينرك ابن البناء دالغهية تنبويتنخ سفارينيس شاهو منزومة شرح دشخينح بالقلدنا بيت يقيا لينرك ابن البناء خلال الله خنخية تنبويتنخ ابن البناء وقع علم استقخلاو تاق فقيه خلاو وق علمان خلويس غير شيخا تو يقيالين يقبيت تاق يقبيت يقيالين ابن البناء ويخاوين خدع يلو يتاق خدع يلي حيالين وهما يقيالين البيت يقبيت ابن البناء يقيالين يخا يسن يلي بيت يقيالين مل وخوش دات يسن يلي بيت حا يقيالين خوش دات تنا هوين بالقل دولو أبو بكر أبو داود كان يازن يلشوخ نزمان قح طي قويت بيت خلر تاريخ وره يعني طي قويت تنخ يوتوشة طي قويت تنطي وره يقيالين شوط ينقنخ وره بيت أبو بكر يازن از ورنا قو ابن البناء يازن وجي حا يازن خوش دات كده ديوشر ويدق فضل التابعين والأئمة المتبوعين تابعي ديك الله نخشينا تحبوز شبلو إمام شي ديك الله يوتو داقدوها ومن بعدهم ديك اللحبوز اللح تارل تحبوغش يعني أصحاب شل تحبوغش فالتابعون تابع شبحون هندا لحسن مآخ إشا خز تحبز ديلي وأفعالهم أصحاب شي عملش تارا ينديلي قولا متس يشيش وفعلا دير ميجينس يشيش فأفلحوا إباحنا حديق الخلاش ومالك والثوري إمام مالك إمام ثوري ثم أخوهم تارشل تحا تيروش أبو عمرو الأوزاعي ذاك المسبح دال خستنبرن دالنا تسبيح درنتح شو خلول دال تسبيح درنا تير خلول دالنا خستنبرنا تير خلول ومن بعدهم تارل دح فالشافعي وأحمد شافعي أحمد إمام هدى نيسون إمام لورشول من يتبع الحق بقوا يزجان بقوانا تحت لؤجارنا ينصحوا دوغزن حيخر ديش خلبول أولئك قوم نخبحون إبقر بنش قد عفى الله عنهم الله شيخ إهية من الله شين جيشدن فأحببهم تنديلا إش بيزش خلح فإنك تفرحوا وقوي بيروحا الشرح تنشرح ديوشر دوي قول الناظم بيت خوشو إيلر رحمه الله تعالى سيلا وجه الله قنه تنبويلتنا ومن بعدهم تاري الدحا فالتابعون تابعون شبو لحسن مآخذ إش خز إحباز ديل
إيش خزا تحبازن ديل تحيولش نسخش كعمود وخايشن لحسن ما حذوهم ألدو إيش تارنا ديك تحبازن ديل أل. ومن بعد الصحابة التابعون أصحاب شلاء تابعون شبو قال الله تعالى سيلح ويش الله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار مهاجر شخاء أنصار شخاء حلخ يقنشأ والذين اتبعوهم بإحسان سارسا ديك عمل يشتان دي أحبازنش. وقوله سيلح ويش الله الرؤس آية اتبعوهم بإحسان أل ديكن يحتسان دي أحبازن بولا يشملوا توشين شولوتحون كل من تبعهم بإحسان تارسن ديكنيك داشتان دي أعمال وزنك إلى يوم القيامة قيمة تدلل. ولكن دلع أتصحهم دو إذا أطلق التابعي تابعي بوشتل دوش جمعي هو التيجة فالمراد به تنغلو شوك من تتلمذ على الصحابي فيمر أصحابي متعلم خلقه فيمر أصحابي صلى الله عليه وسلم أصحابي متعلم خلقه وأخذ عنه أصحابي را علم حياة سقوه. وإلا وشتم فاسم التابع تابع بوشتو ليتردوش عموما يقرج معنى حليل وشتو يشمل يقرج معنى حليل توتشلوتو كل من اتبع تعمل وزنك وسار على نهج صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ديل يالشن أصحابي نيق تغل دعمل وخنرك من الأولين دحر نشلوتو الذين بعد الصحابة أصحاب شلاء تحخلبل والآخرين تحرنش يقلوتسو. ولهذا تندل قال جل وعلا الله ألق لما ذكر المهاجرين والأنصار مهاجرش أنصار الشابيت شلتح والذين جاءوا من بعدهم يقولون سارل دع بحكين شار أولو ربنا تخنديل اغفر لنا جشنيح تهونا ولإخواننا تخنوجشنا الذين سبقونا بالإيمان تخل حلقة إيماني بحكين خلبل ولا تجعل في قلوبنا تندقنا الشعب مخليت غلا حرقامو للذين آمنوا إيمان دلنشان ربنا تخنديل إنك رؤوف بقل حوه قخية ميئو رؤوف بوغ ذو رأفة بعبادك حيليش كيدأو رحيم إنخية ميئو رحيم بوغ ذو رحمة بالمؤمنين بوغ. وهذه الآية فيها رد آية خرص خلارتسا قوش بوغو على الرافضة الرافضش الذين يبغضون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يلشن أصحابشك اغزيبل بقلوبهم شي دقنشت يتكلمون فيهم تير حقيح غوق ميلش داشبل بألسنتهم شي متنشت ويلعنون نعلت أولشبل ويكفرون كرس لورشبل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ديل يلشن أصحابش. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية سنديلي شيخ الإسلام ابن تيمية سألق رحمه الله تعالى سيلح ويج الله خنخية بويلتنخ ومن أصول أهل السنة والجماعة سنتاء جماعتاء أهل بخي يخدو سلامة قلوبهم تاشي دقنش لردر تاشي دقنش تسن لهتور وألسنتهم تاشي متنش لردر لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ديل يلجن أصحاب شي حقيح يعني أصحاب شي حقيح شي دقنش تو حقا موتسخلو شي دقنش لردو تسار شي متنش تان غودل تقولو شي متنش لردو تسار. إذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة سنتاء جماعتاء أهل بخيخ بخبو سلامة قلوبهم تدقنش تن لاتو ديش خلر قويتو لقوله سيلع ويج الله هندشوا ولا تجعل في قلوبنا غلا تدقنش تو حغ مخليتح تدقنش تو قامو مخليتح. وسلامة ألسنتهم تير متنش تن خلر قويت تن خل ديش خلر قويت لقوله سيلع ويج الله هنقميلو يقولون تسارول ربنا تخنديل اغفر لنا جشنيع تخونا ولإخواننا تخنوجشنا الذين سبقونا بالإيمان تقول حلق إيماني باحكن بول إيماني باحكر تقول حلق يحكن بول. فهذه الآية فيها آية بالقلب يشدو سلامة القلوب دقنش تنلهتو ديش خلر والألسن متنش تنلهتو ديش خلر لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يلشن أصحاب حقه. هذا منهج التابعين لهم بإحسان أصحاب دين نرقدش أصحاب يحبوش بشبوي تير نعبوهر
أصحابشنا إحبوش بشبوي تاليل بول نقلي الوش تير نقبو إز أما من يجرح إشبيه بغير شوال شوخ دقوي ديتج ويلتمس العيوب تير سقط ليحا شوال شوخ دقوي ديتج ويشكك في فضل الصحابة أصحاب بزخل رحق عشيك ونشخل شوال شوخ دقوي ديتج أو يكفرهم إش كرسلور شوال شوخ دقوي ديتج أو يلعنهم ترنا نعلت أول شوال شوخ دقوي ديتج فهذا مخالف إذا دحل والوحون عيس وحون وخن وحون لهدي الإسلام إسلاما نيسونا إسلام دينا نيسونا وخن وحون إسلام دينيرا نيسوان عيس وحون إسلام دين نيسوان دحل وحون ومعاد مستغل للوش وحون لدين الإسلام إسلام دين ومعاد للرسول صلى الله عليه وسلم يلشنت مستغل دولش وحون لأنه إذا طعن في صحابة الرسول هن ألجسوا يلشن أصحاب غودر ديتج طعن في الرسول صلى الله عليه وسلم يلشن غونك ديتش خلصو هن يلشن عامين مبوش يلشن إشكول احتشق بول مبوش تو قيين مبوش تو نيس نوغد عبيق مبوش وطعن في القرآن يلشن عواتريشا أقا قرآننا عواتريش خلقه الذي يثني عليهم إشخيص ويمدحهم إشدك بيتش دل قول الناظم رحمه الله تعالى سيلا حويج الله إن خيطان بيلتنخ بيت خوشو إيلر ومالك والثوري مالك ثوري ثم أخوهم تولد احتيروش أبو عمرو الأوزاعي أبو عمرو الأوزاعي ذاك المسبح دل تسبح درنتير خلول يذكر المؤلف رحمه الله تعالى سيلا وجه الله قن خيطان بويلتنخ بيت شيازين شو دوتش دو فضائل الأئمة أو إمام شي ديكالش ومنهم تو تيرا ديكالش يوتش هؤلاء الأئمة هر إمام شبهن ومالك تاع مالك وهو مالك بن أنس أنس كانت مالك إمام دار الهجرة مدنح إمام خلول دار الهجرة مدنيو أو مدنح إمام خلول والثوري تاق ثوري وهو سفيان الثوري سفيان الثوري أولشك تاق الأوزاعي إمام أهل الشام شام الجنيغ إمام خلول شام مهكي إمام خلول ومن بعدهم فالشافعي تار الشافعي هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي إذا إمام محمد ابن إدريس الشافعي وأحمد تاق أحمد حغيرته هو الإمام أحمد بن حنبل إذا إمام أحمد ابن حنبل قوله بيتشكاتو إيلن فأحببهم إشبيش خلحه فإنك تفرح وقوي بروحه تحب السلف الصالح إدعبغن بلو ديكناخ دقبيش خلحه وأئمة الإسلام إسلاما إمامش بسوب إمامش بيش خلحه فإن هذا علامة الإيمان طيش بيز خلر إيمان خلري بالقلوية ولم يذكر المصنف أبا حنيفة إبايتش يازن والشو الشيخ مصنف أبو حنيفة تحغينا لأن أبا حنيفة قيل هند ألشي تحبل شاري أبو حنيفة إنه من التابعين شاتابع شخلو ألا لأنه هند ألشي أبو حنيفة أدرك جماعة من الصحابة أصحاب شخ تحبل شي زامن يولو لأنه أدرك هند ألشي إذا زامن يولا خين يولا جماعة من الصحابة أصحاب شخ تحنتوبا ويشت ألشي أبو حنيفة تحبل أصحاب شجنا بوغدوز والصحيح النيس درك أنه من أتباع التابعين تابعين يا أخواتي تابع الشنت إعباش شاريخو تابع شبوي تير أتباع يخو وأنه لم يدرك الصحابة أصحاب زامن شح خلا واتي أصحاب زامن شح نسوى الله واتي وإنما أدرك التابعين تابعي زامن شح نسوى الله إز يعني أصحاب شكر علم حياة بول تابع شبوي أصحاب شي متعيل مشخل بول تابع شبوي تير زامن شح نسوى الله إز فهو من القرن الثالث إذا قول خانيو من القرون المفضلة يزخانيو أليتن يول رحمه الله تعالى سيلح وجه الله قنخية بويلتنا وهو أبو حنيفة أول الأئمة الأربعة أزوي إمامه دحر خلرقو دحر والرقو المتبوعين في الزمان مسو خين شكح شينا نخ تحق دوز شول مسو زامن شوحة شينا أدمش تحق دوش خلولو
وإمام حلخر إمام وإس. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين.